السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل حاجة خفيفة كده وجميلة جدا، وحاجة كده يعني ايه ميكس كده بين السويت وبين الايه الصور. هنعمل مع ايه مع بعض؟ هنعمل مكرونة سويت اند صور. سويت اند صور دي حلوة جدا من المطبخ الآسيوي، جميلة جدا جدا جدا. هعملها معاكم النهارده، بس هي المفروض بتتعمل بفراخ او بكفته او ببانيه، بس انا النهارده هعملها كده من غير اي حاجه عشان خاطر ايه، عايزين ناكلها كده خفيفه كده لوحديها عشان نستطعمها. تمام. وهعملها برده معاكم في مره كده مع بعضنا باذن الله بالخلطه بقى الاساسيه بتاعتها اللي هي ايه الفراخ اللي بتتحط في قلبها. تمام. النهارده بقى احنا هنعملها ايه، هنعمل كده مع بعض معانا ايه بقى. بصوا بقى، صلوا على النبي كده قبل ما نبدا الفيديو نقول عليه الصلاه والسلام. انا معايا هنا معلقه زيت كبيره، ومعايا بصلايه كبيره زي ما انتم شايفين مقطعاها كده شرايح اهي او جوانح. بصوا عامله ازاي. نزلت عليها بفصين من الثوم واديتهم تشويحه كده. انا عايزه البصل بتاعي ما يبقاش ايه ما يبقاش مستوي قوي او دبلان قوي، انا عايزاه ياخد بس ايه تشميعه كده مع النار. وهنزل عليه بالخضار الجميل الميكس دوت الحلو دوت. معانا ايه؟ معانا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، ومعانا جزرايه كده متقطعين كلهم ايه شرايح. تمام. هنزل بقى بالخضار بتاعي كله كده، وهشوح بقى الخضار بتاعي. انا عايزه الخضار بتاعي كله يتشوح مع بعضيه عشان خاطر انا عايزاه يدبل تتبيله ايه خفيفه كده. تمام. بصوا حلوه جدا الوصفه دي وجميله جدا 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 وهتعجبكم قوي. بصوا اديله بس كده تشويحه محترمه كده شويه. بصوا اصلا انتوا شكل الخضار والالوان عامل ازاي. ممكن برضو نحط في الخطوه دي نحط برضو معاه ايه، نحط معاه مشروم. المشروم هيبقى حلو جدا برضو معاها وهيديها قيمه غذائيه اعلى، لان المشروم بروتين نباتي وحلو جدا المشروم في الاكله دي برضو لو حطيناه. تمام. بس انا عشان مش عندي مشروم صراحه ما حطيتش. هنحط بقى ايه التوابل بتاعتنا عليه. هنحط شويه فلفل اسود اهو، حبه فلفل كده اسود حلوين، وهنحط شويه ملح. خلي بالنا من الملح متحطش كتير عشان احنا دلوقتي هنستخدم حاجه في قلبها هيبقى فيها ملح. وهنحط كده رشه جنزبيل بودر، لو عندك جنزبيل فريش يبقى احلى واحلى. نحط طبعا احنا ايه رشه كده حلوه اهو. وهنحط معانا رشه بابريكا كده محترمه اهي. وهنحط كمان معلقه كاتشب كده كبيره او صلصه. لو عندك صلصه حطي، ما عندكيش حطي كاتشب اهو. هنشوح بقى كل الحاجات دي كده مع بعض. بصوا الريحه طالعه تحفه، ميكس التوابل مع الخضار مع الكاتشب حلو جدا جدا. بصوا اصلا شكل الحاجه عامل ازاي، حلو قوي قوي، اكله جميله قوي. بصوا هنعمل ايه بقى، هنوسع كده شويه عشان هنعمل بقى حركه حلوه دلوقتي. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بصوا بقى هنحط ايه، هنحط معلقتين هنا كده كبار من الدقيق اهو، وهننزل عليهم بمعلقه كده من السمنه او الزبده. حطوا كده زبده عشان تبقى طعمها حلو. وهنشوح بقى الدقيق كده مع الزبده الحته الصغننه دي اهو. بعد كده ندخله كده ونعمل له ميكس كده مع الخضار بتاعنا اهو. حلوه جدا الوصفه دي وتحفه تحفه بجد، هتعجبكم جدا والله العظيم. لو عملتوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. بصوا احنا عملنا كده كل الميكس الجميل بتاعنا ده. هنعمل ايه بقى بعد كده تاني، هقول لكم بقى. ريحه الدقيق طلعت مع التوابل ومع الخضار حلوه جدا جدا. هنوطي بس كده النار عشان نعرف نشتغل. هننزل بقى بمعلقه كبيره كده او معلقتين كبار صويا صوص اللي هو الغامق. وهننزل معانا بمعلقه كبيره من العسل. هو بقى ده السندوتش بتاعي حاجه تحفه. بصوا ميكس كده جميل وحلو جدا 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 اهو. بصوا بس اهم حاجه يعني تنزلوا بالمقادير اللي انا قلت لكم عليها دي بنفس الايه الخطوات كده بالظبط. بصوا اللون، بصوا السويت عند الصور دوت حلو جدا، اللي هو ايه اللي هو العسل مع الصويا صوص. بصوا هوطي بقى النار عليه وهسيبه دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي، دي ايه بقى معانا اخر حاجه هنحطها. دي الميه بتاعت سلق المكرونه، انا خدت منهم كوبايتين على المقدار بتاعنا ده.
ومعايا نص كيلو مكرونه انا بسلقه، وخدت نص كوبايتين بالظبط من الميه بتاعه المكرونه عشان تعمل معانا الصوص الجميل ده. عشان الصوص بتاعنا احنا حاطين له دقيق، فعايزين الصوص بتاعنا يتقل. فهيتقل ازاي؟ هيتقل معانا من الايه، من ميه المكرونه اللي احنا حاطينها. عايزين نزود عليها ميه عاديه من الحنفيه، هنزود بقى ميه من الحنفيه. تمام. انا هفضل اقلب كده لحد الصوص بتاعي ما يتقل ويديني الصوص بتاعنا الحلو الجميل اللي احنا هنعمله دلوقتي ده مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، الصوص بتاعنا اهو ابتدى يتقل معانا اهو. بصوا صوص تحفه. بصوا الخضار معاه عامل ازاي، حلو جدا جدا. الصوص ده مع المكرونه لما تنزلوا بقى بيه دلوقتي كده على المكرونه، حلو جدا، متمكس جميل قوي. حاجه كلها ده كده داخله في بعضيها وعامله ميكس جامد كده. سويت اند ساور اللي هو الصويا صوص مع العسل مع البهارات اللي احنا حاطينها مع الكاتشب، حلوه جدا جدا. ومع معلقه طبعا الزبده والدقيق. بصوا مخليه طعم كده الصوص ده جامد بصراحه. انا لما شفت الوصفه دي انا شفتها عند شيف، يعني من الشيفات اللي بتطلع على اليوتيوب. وطبعا الشيف دوت انا بعزه جدا، الشيف حسين. شفتها عنده في القناه بتاعته وعملتها. واول ما عملتها عجبتني جدا صراحه. يعني بصي عجبتنا جدا وعجبت الولاد هنا. بصوا بقى الصوص معايا ابتدى يتقل اهو. هنزل بقى كده بالمكرونه، بس مش هنزل بالمكرونه كلها، هنزل كده بحبه من المكرونه واشيل الباقي اهو. نديها بقى ايه تقليبه كده الصوص ده. بصوا مكرونه تحفه وحلوه جدا جدا. بصوا جميله قوي الصوص كده. يعني تحسوا ان انتوا ايه عايزين تاكلوا كده المكرونه كده على طول، ما تستنوهاش لما ايه، لما تخش كده في قلب بعضيها وكله يستوي مع بعض. بصوا اهي، بصوا جميله جميله جميله. هخلصها بقى كده واديها تقليبه محترمه وهرجع لكم بقى في الاخر بالطبق النهائي. بصوا بقى يا حبايبي خلصت اهي خلاص. رشيت على وشها بس حبه فلفل اسود، وهديها ايه بقى رشه كده برده زبده كده على الوش كده خفيفه. طبعا الزبده عشان في الجو اللي احنا فيه ده البطرمان ايه الزبده سايحه فيه اهو. بصوا تحفه، وصفه في منتهى الجمال والله العظيم بجد. لو جربتوها هتدعولي زي ما انا كده ما دعيت لي الشيف حسين لما شفتها عنده وجربتها وعجبتنا جدا هنا في البيت. وكل اللي كلها عندي عجبته الحمد لله ولله الحمد. يعني انا عملتها زي ما هو ما عمل بالظبط وبنفس الطريقه بتاعته. بصوا يا جماعه مش عيب ان انا اشوف وصفه عند حد واعملها واطلع اعملها لكم عادي. كلنا بنتعلم من بعضينا، واحنا كلنا ما طلعناش كده. يعني كلنا بنفضل نتعلم لحد ما بيبقى اخر نفس لنا في الدنيا بنفضل نتعلم. فعادي لما انا اتعلم وصفه شفتها عند حد واطلع اعملها لكم، ولا عيب ولا حرام. بس المهم ان انا ما نسيبش الوصفه دي ليا واقول ان الوصفه دي انا اللي عاملاها، عشان كده انا بسرق مجهود غيري في حرام. فانا هديكم الوصفه بالظبط، لو انا اللي عاملاها دي هتبقى بتاعتي خلاص، مش هقول حد اعملها. انما لو انا شايفاها عند حد هقول لكم ان انا شايفاها عند حد ودي انا عملتها وجربتها وطلعت حلوه، فحبيت ان انا ايه اشارككم معايا. هروح بقى اغرفها كده دلوقتي وهوريها لكم بقى ايه. بصوا بقى يا حبايبي خلصتها خلاص اهي، ورشيت على وشها ايه شويه سمسم كده. هي كان فيها الوصفه برده كان فيها سمسم في الاخر، انا رشيت اهو معاكم. هغرفها بقى دلوقتي وهوريها لكم عامله ازاي. بصوا في منتهى الجمال، الصوص بتاعها حلو جدا جدا وريحتها جميله، ريحتها قلب الدنيا والله ومغذيه. يعني لو الولاد كلوها كده حلوه جدا من غير اي لحوم ومن غير اي حاجه، حلوه جدا. بصوا بقى يا جماعه، بصوا شكل الطبق تحفه تحفه بجد والله العظيم. هتدعولي لو جربتوها بالطريقه دي. بصوا جميله جدا جدا وشهيه قوي وطعمها جميل والصوص بتاعها حلو جدا. اللي عارف السويت اند ساور عارف انا بتكلم في ايه وعارف انا عامله ايه بالظبط. اللي حابب الطعم بتاع السويت اند ساور ده يبقى عارف بالظبط انا عامله ايه. حلوه جدا 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 وجميله جدا جدا ومغذيه. بصوا هي المفروض بيتحط فيها فراخ، بس انا صراحه حبيت ان انا اطلع اعملها لكم كده من غير فراخ، علشان اللي حابب يعملها من غير فراخ تبقى حلوه بالنسبه له، او اللي عايز يحط بقى فيها فراخ يبقى ايه يعملها بفراخ. بصوا هبقى اعملها برده معاكم ان شاء الله مره تاني بالفراخ. بصوا جميله جدا ومغذيه جدا برده، عشان خاطر فيها ايه بقى، فيها فلفل الوان. الفلفل الالوان كله غذاء وكله فيتامينات عاليه للولاد وكله كالسيوم. والسمسم برده مفيد جدا للولاد، حلو جدا للعظم ومفيد جدا في فيتامين عالي برده للولاد الانيميا والكلام ده. ومعانا برده الجزر حلو جدا مفيد طبعا، كلها خضار اهي. والمكرونه مش كتيره فيها، الخضار فيها اكتر. يعني انا حاطه الخضار كتير عشان خاطر اللي ياكل
ياكل خضار اكتر من المكرونه. تمام كده. وطبعا فيها العسل بقى وفيها التوابل المغذيه. طبعا الجنزبيل حلو جدا ومغذي ومفيد جدا. الجنزبيل برضو للولاد وفيه فيتامينات عاليه. ومعاها البابريكا برضو فيها حلوه جدا، والبصل طبعا مضاد حيوي. حلو جدا، طبق شهي جدا جدا وهيعجبكم جدا. بصوا قولوا لي بقى لو عجبتكم الوصفه بتاعت المكرونه بتاعتي دي. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناه وفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه.